غنقول لك 5 الحوايج غيعاونوك باش تغض البصر ديالك، والخامسه غتعجبك. اجي انت فين غادا؟ صاحبي غا هو اللي خصو يغض البصر، راه حتى انت بقاي معنا حتى الاخر ديال الفيديو. اول حاجه حاول تجنب البلايص اللي فيهم المسخ وعارف راسك راه غتفتن فيهم، وماشي انت جالس في الطيراس ديال القهوه وكتسنى غيدوزوا المنقبات كتفرج في التينيس، ولا تهبط ليا للبحر في شهر 8 ودير شي كريسي ودير مضيضرات كحلين ديروا مع الشمس ياك. معادله بسيطه، ما غتمشيش ما غتشوف. ثاني حاجه عندك تسحب ان التليفون ما محسوبش عليه غض البصر، زعما انت راه جالس راسك وماشي فيك حتى شي واحد، لا راه كيشوفك الله عز وجل، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ديما استشعر وتاكد ان ملي كتفرج راه الله عز وجل كيشوف والملائكه كيقيد. ثالث حاجه الا شفتي ما تستسلمش وصافي تكمل وتمادى في الشوفه وتقول صافي اللي عطى الله عطاه، لا جاهد راسك وحاول 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 حتى تحيد هاد البليه. وفيما تغلط اتبع السيئه الحسنه تمحوها، يقرا القران يستغفر يصدق. رابع حاجه فضول النظر، ماشي انت غطالق دوك العينين وكتبرقق واخا تكون ماشي في نيتك تشوف شي حاجه غطح عينك فيها، اكثريه في الزنقه ديما شوف غير قدامك لا طيح. خامس حاجه وتزوجوا الشباب، خدمتي دبرتي على راسك وفاش كتسنى، ماشي حيت تقورش انا باغي نقورجك حتى انت، لا ماشي هادي. الزواج كيعينك على غض البصر وكيحفظك من الفتن، ولكن الا كنتي مزوج وكتشوف راه كتخون مراتك بعينيك. وزين العين النظر، خوتي في الله النظر كيولي رغبه، والرغبه كتحول لفعل. ملي كتشوف راه كتحل الباب للكبائر وغتولي تعيش واحد الدوامه ما كتساليش. غض البصر ديالك، داكشي علاش